تبكي أيها الأحبة الكرام. إننا اليوم نذكر هذه الأمور لعدة منافع حتى نتعلم منها الدروس والعبر، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على ما أنعم، حمدا به يجوع عن قلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الأحبة الكرام، فإننا لا نذكر اليوم هذه الأمور رياء وسمعة ولا تفاخرا ولا تكبرا، بل إننا اليوم نحدث بنعم الله تعالى على أهل مصر. قال ربنا جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فنحن اليوم نحدث بنعمة الله تعالى علينا. هذا الأمر أولا أيها الأحبة الكرام. ثم ثانيا، حينما نذكر بنعم الله جل وعلا علينا فإن ذلك يستوجب منا الشكر على كل هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. قال ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن من نعم الله تعالى علينا هذا الوطن الكريم الذي نعيش فيه. ثالثا أيها الأحبة الكرام، إن كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها، فما بالنا اليوم قد تراجعنا عن نصرة هذا الوطن وبنائه أيها الأحبة الكرام. إننا إن نذكر اليوم هذه الأشياء نريد من كل أحد، نريد من كل مسلم سواء كان في مصر أو في خارج مصر أن يستوفي وأن يستمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبادر إلى بناء هذا الوطن. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن مصر قد تضعف أحيانا، لكنها لا تموت أيها الأحبة الكرام. فكم من نعمة مرت عليها وأخرجها الله تعالى منها سالمة غانمة. نقول اليوم أيها الأحبة الكرام: واجب على كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا أن يقف إلى مصر في محنتها هذه. يجب على كل مصري أن يكون على ثغر من ثغور هذا البلد الطيب، فأول واجب هو على رئيس الجمهورية في هذا البلد، فإنه المسؤول الأول أمام الله تبارك وتعالى أن يتقي الله تعالى في شعبه وأن يحسن اختيار وزرائه ومستشاريه. هذه الوصية الأولى أيها الأحبة الكرام. ثم الوصية الثانية هي للشعب المصري كله بكل طوائفه، علماء ودعاة ومدرسين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة أن ينهضوا بهذا الوطن، أن يضعوا هذا الوطن في مقدمة الشعوب كما كان قبل ذلك. هذه مسؤولية عظيمة أيها الأحبة الكرام في رقابنا جميعا. فاعلموا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت في حق الأمة عامة فهي في حق المسلمين خاصة أيها الأحبة الكرام. فكونوا على قلب رجل واحد واعملوا بصالح هذا البلد الكريم. لا تذهب بكم المنازعات والمشاحنات والمشاجرات السياسية وغير السياسية، لا تذهب بكم هذه الأمور إلى مسألة هذه البلد، لكن ضعوا أعينكم مصلحة هذا الوطن الكريم الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا في هذه الجمعة المباركة أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم
وحده ظاهرا قادرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأخوة الكرام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مصر فإنهم خير جنود الأرض، فإننا اليوم يقدم إلينا أو تقدم إلينا كتيبة كريمة من أطباء محافظة أسيوط المتميزين في جميع التخصصات أو أغلب التخصصات. فإننا اليوم باسمكم جميعا نتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنات يوم القيامة. ونذكر إخواننا أن القنصلة الطبية ستبدأ بعد صلاة السنة إن شاء الله تعالى في النادي الرياضي، والكشف سيكون بأجل رمزي 5 جويلات شاملة للعلاج. سيكون أيضا هناك جهاز حديث لرسم القلب، وكما بيقول عن وجه الرجال وعنزيره جهاز حديث لرسم القلب وتحليل السكر وكل هذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وجزاكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة الإسلامية والروسية وحزب الهداية والتنمية يتقدمون بخالص التهنئة إلى الشيخ الكريم العسكري كمال المنصوري باختياره رئيس لمدينة شعب. نتقدم بالتهنئة إلى الشيخ كمال المنصوري باختياره رئيسا لمدينة شعب الكريم، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، وأن يكون خادما في أهل هذه البلدة وخادما لمصر الحبيبة، ومع الله الشكر والاحترام له في الابتداء على الجدل والتقدم والازدهار لمصر الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.